اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى إخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. أطعم قريبة دايبة هتعمليها وهتنجح معاكي من أول مرة. طبعا مش هتشقق منك ولا هتبسطم معاكي، وهيبقى معانا كده الوش ناعم بالشكل ده، ومعانا كده دايبة. اعمليها بإيدك القمر وهتاكلي أحلى وأطعم قريبة، أحلى بكتير وأوفر من اللي انت هتشتريها الجاهزة. يلا بقى بينا نشوف هنعملها ازاي. أنا معايا كده كوبايتين إلا ربع من السمنة. طبعا لما تيجي تعايري السمنة عيريها وهي سايحة علشان تديكي المقدار المظبوط. معايا كده كوبايتين إلا ربع. طبعا السمنة دي مسقعاها في التلاجة، يعني ما تعملهاش وهي سايحة. معايا كده كوباية إلا ربع من السكر البودر، طبعا ده أنا طحناه في البيت. ما تجيبيش الا السكر المطحون الجاهز عشان طبعا بيبقى حاطين عليه اضافات. هنضرب كده بقى السمنه مع السكر لحد كده ما يدي معانا كده قوام كريمي، يعني يبقى عامل كده زي الكريم شانتيه. عندك طبعا مضرب كهربائي هتعملي بيه. مش متوفر عندك هتعملي بالمضرب اللي هو اليدوي. برضو هتعملي بايدك وهتطلع برضو تحفه. نقدر نضرب فيها كده لمده حوالي 5 دقايق لما تبقى معانا كده قوامها زي عامل كده زي الكريم شانتيه كده بالظبط. هضيف كده نص كيلو من الدقيق او الطحين متعدد الاغراض. طبعا ده منخول. هلم كده العجينه كده باطراف ايدي بالشكل ده، طبعا مش هنعجن. هلمها كده مع بعض لحد كده ما تبقى معانا كده عجينه كده يعني طريه. كده خلاص كده العجينه كده بتلم معايا. هتاخدي كده حته عجينه كده وتدمجيها في ايدك. طبعا لو طلعت ملسه بالشكل ده يبقى كده خلاص. لو شققت منك هتعجن هتلميها برضه، تقعدي تلمي فيها لحد ما تبقى معاكي كده عجينه ناعمه. هاخد كده قطعه كده صغيره كده بحجم كده الليمونيه، وهدمجها كده في ايدي وهكورها بالشكل ده، واديها كده نغزه كده بسيطه. هعمل بقى التشكيله كلها بالشكل ده. هزينها بقى بزبيب، طبعا التزيينه اللي انت حباها. اي مكسرات انت حابه تزيني بيها، حابه تسيبيها ساده برضو بتبقى تحفه. كل مسخنه الفرن كده على درجه حراره 170 او 180، وهحطها كده في الرف اللي في النص. هتقعد كده في الفرن حوالي من 20 ل25 دقيقة. طبعا أول ما تطلع وهي سخنة ما تمسكهاش عشان ما تبصمش في ايدك. طبعا سيبيها لحد ما تبرد تماما. ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفة. معانا كده الغريبة دايبة وناعمة في منتهى الجمال. نتقابل إن شاء الله مع فيديو